هاي، أم ريتا، ومرحبا بكم في بودكاست إدارة الوقت. هذا هو المكان اللي راح نتعلموا فيه مع بعض كيفاش نتحكموا في وقتنا باش نحققوا أهدافنا ونعيشوا حياة متوازنة ومليئة بالإنجاز والراحة النفسية. يمكن تكون تساءلت قبل علاش كل مرة نقول ما عنديش وقت أو وين راه يروح نهاري بلا ما ننتبه. الحقيقة أن الوقت هو أغلى مورد عندنا، أغلى حتى من المال، نعم، لأنه ما يقدرش يرجع، أما المال يقدر يجي ويرجع نورمال. في كل حلقة من البودكاست راح نعطيكم أدوات عملية استراتيجية بسيطة وتمارين تقدروا تطبقوها مباشرة في حياتكم اليومية. الهدف تاعي مش غير نمدلكم معلومات، بل نخليكم تبدأوا وتغيروا عاداتكم خطوة بخطوة، سواء كنت طالب، موظف، أو حتى شخص حاب يعيش حياة أكثر تنظيم وهدوء. هذا البودكاست معمول خصيصا ليك. خلينا نبدأ الرحلة مع بعض. Let's go. في الحلقة الأولى من الفيديو تاعنا حنشوفوا أساسيات إدارة الوقت. ما هي إدارة الوقت ولماذا مهمة؟ تحديد الأهداف، تحديد الأولويات، أدوات وتقنيات أساسية وواجب للأسبوع. حسناً، ما هي إدارة الوقت؟ إدارة الوقت هي القدرة على تنظيم واستعمال وقتك بشكل يخدم أهدافك. أوكي، مشي غاية باش تكون مشغول دائما، بل باش تكون فعال. راح نشرح لكم واحدة التقنية تسمى بتقنية سمارت، وينو كامل بلي سمارت معناتها ذكي. أوكي، عندي تقنية نسميها سمارت لأهداف واضحة. الحرف الأول تاعها S يرمز لسبيسيفيك، محدد. شنو بالضبط تريد؟ يعني يحدد لك الهدف الرئيسي اللي راك حابه. الحرف الثاني M measurable، قابل للقياس، يعني كيفاش تعرف أنه الهدف تحقق. الحرف الثالث A achievable، قابل للتحقيق، يعني مع الموارد اللي عندك أنك تقدر توصل تقصي روحك. الحرف الرابع relevant، مهم، علاش هذا الهدف مرتبط بحياتك. aussi une question. الحرف الأخير T time bound، له موعد، يعني في أي تاريخ تقدر تنتهي. كل حرف يرمز السؤال تقصيه لروحك وتبحث له عن جواب بتطبيق هذه التقنية. نعطيكم an example، يعني في بلاصة ما تقولوا أني حاب نحسن في الدراسة تاعي، قولوا نقرأ 6 فصول في 3 أسابيع ونراجع كل أسبوع فصلين. أوكي، يعني تشرحوا الخطة تاعكم في بلاصة ما تقولوا جملة فقط اللي ما راهيش راح تقدر تشرح الخطة بوضوح، أكم حين تشرحوها you know كما قلت لكم في المثال. عندنا تقنية رقم 2 وما تسمى ب إيزنهاور، حنشرحها لكم. شوفوا، فرقوا المهام إلى 4 خانات. المهام تاعكم كل واحد عنده مهامه الشخصية، أنا مانيش عارفة وش هي. ثم فرقوا المهام تاعكم إلى 4 خانات، وسموا الخانة الأولى مهمة زائد عاجلة، الخانة الثانية مهمة وغير عاجلة، الخانة الثالثة غير مهمة لكن عاجلة، الخانة الرابعة غير مهمة وغير عاجلة. هذه هي تقنية إيزنهاور، يعني ركز وقتك على المهمات اللي ثابتة النتائج، ثم على الوقاية باش ما توليش عاجلة. أوكي، مثال عملي، مشروع تسليم الجامعة، مهم وعاجل. تصفح السوشيال ميديا بلا هدف، غير مهم وغير عاجل. يعني تقريبا راكم بديتوا تفهموا تقنية إيزنهاور. أوكي، راح نعطيلكم تمارين لازم عليكم تديروها. أوكي، كل واحد فيكم يدير تمرين سمارت اللي شرحته لفوقه. اكتب هدف واحد صغير للأسبوع وحوله إلى سمارت، يعني احكم هذاك الهدف تاعك وخليه بطريقة سمارت ولا بتقنية سمارت. ثاني تمرين، تمرين الأولويات، اكتب 6 مهام الآن وحطهم في مصفوفة إيزنهاور، يعني 6 مهام وصنف كل مهمة منهم في خانة إيزنهاور اللي شرحتهم الفوق فانيك. يعني الآن في الجزء الأول تاع الفيديو اللي ما يسمى بأساسيات إدارة الوقت، رانا عرفنا تعريف بسيط على إدارة الوقت، كيفاش نعمله بهدف سمارت، قلت لكم دي زيكزامبل باش تفهموا أكثر. عرفنا مصفوفة إيزنهاور ولا تقنية إيزنهاور. جزئيا قلت لكم تمارين ولا تطبيقات تاع تقنية سمارت وكذا. وهذا كان الجزء الأول من سلسلة إدارة الوقت.
إذا راكم حابين تعرفوا شي من الأجزاء الباقية I think بقاولنا 3 أجزاء نكملوهم في الفيديو الجايين. ما تنساوش ديروا أبوني فلاشان وتفعلوا الجرس أهم شي باش يلحقوكم لي بارت اللي راهم جايين، وديروا جدر لحظة للفيديو لايك، دخلونا كومنت بلي راكم حابين تعرفوا شي هما الأجزاء الأخرى يعني اللي راهم جايين الباقيين. بس ما حبيتش نكسر عليكم نديرلكم كامل الأجزاء في فيديو واحدة، هكا باش تفهموا أكثر وتسجلوا كلش مليح. خليت لكم كل جزء في فيديو سبيسيال ليه، هذه هي، وراح تلقاوهم كامل في سلسلة البلاي ليست تاع إدارة الوقت. استودعكم الله الذي لا تضل ودائعه، ونلتقي في الحلقات الجاية من بودكاست سويرتس بودكاست. أحبكم في الله، وسلام.